مساكم الله بالخير. اليوم عندنا طبخة جديدة، مكبوس يراوة. المعتاد علينا نسوي اليراوة كلها مضروبة، لكن الآن بنسوي فكرة جديدة لأول مرة. مكبوس يراوة. عندي يراوة هني، وعندي يراوة ضار ذهب كذي مطحونة، ولومي أسود، بزار، كركم، فلفل أسود، سنوت، وحب صحيح، مسمار، ودرسين، وجلجلان، وثوم، وزنجبيل، وعندنا طماط مضروب، وعندنا دياية، وثلاث شيلات عيش. عندنا أول مرحلة عندنا نحمس البصل. طبعا البصل أنا أخليه جاهز، ما نبي يصير أسود وايد عشان بنسوي المكبوس شوي قريب من الخضار. بنحمس اليراوة، نشوف المرحلة القادمة، وعلى طول ننزل اليراوة المضروبة بعد بهذه الطريقة. بننزلها الحين، شوفوا اليراوة شلون. بننزل الثوم والزنجبيل، خلي الريحة تتمازج. ننزل الدياية الحين الحمراء، تحمر الدياي ما شاء الله. القدر نوعيته زينة بسرعة. البزار والكركم والملح والفلفل الأسود والسنوس والهيل والمسمار والدرسين ننزلهم. ننزل الطماط المضروب، ننزل الماء حار بهذه الطريقة، خليه يطبخ. وساعة حمسنا الفلفل ويام، بس بنضيف نبي فيه الكبسة فيه لسعة ولومي أسود. شيكنا على الملح، شفنا ناقص، حطينا ماجي حبتين. الحين بنرفع الدياي ما شاء الله. شوفوا شلون انهرت اليراوة. في شيء شوفوا شلون لينها. شوف بضغط عليه بس سويناه بيه خلاص. شوفوا شلون لينة هات هاي كانت تبين. شوفوا شلون. ننزل العيش بهذه الطريقة، نخلي العيش يسكر. أول ما يبتدي بس ينشف الماء بننزل الدياي. شوف الدياي رفعناه. كيفكم الحمد لله. نشف الريحة يا الله. شوف اليراوة. بسم الله. يا سلام يا سلام. شوفوا هني شلون الحكوكة. خلنا نفرز العيش. مكبوس يا سلام. هميج على كيفكم. هاي الدياية اللي دافنينها، وعندنا الدياية الثانية هذه في الفرن، وعندنا الجلجلان بنزين بهذه الطريقة. شوفوا المكبوس لونه شوي مخضر. يا سلام. الحين بس عليكم باللومي